أخي ادعم القناة بالإعجاب تقديرا منك بمجهوداتنا ولكي يصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا فاجعة الصابلات. تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلة ضحايا فاجعة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزه الصابلات بالجزائر العاصمة حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في نص رسالة التعزية لرئيس تبون وفقا للبيان نفسه إلى عائلة ضحايا فاجعة الصابلات بالعاصمة: فقدنا مع العائلة المنكوبة ببالغ الحسرة وعميق الألم في فاجعة مروعة بمتنزه الصابلات بالعاصمة أبناءنا الفتية اليافعين الذين اختطفهم الموت غرقا من ساعات فسحة وتنزه تنقلوا من ولاية المدية للاستمتاع بها. وأضاف رئيس الجمهورية: وفي هذه المحنة القاسية واللحظة المؤثرة التي نتقاسمها مع أولياء وأقارب وأصدقاء الضحايا أتوجه إليهم وهم يواجهون هذا الظرف العصيب بصبر وإيمان بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالسكينة والثبات وأن ينعم على أطرابهم الخاضعين للعلاج بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون.